من بعد الوفاه ديالها صحابها تجمعوا باش يخليو لها صدقه جاريه. بسم الله. سبحان الله العظيم، شنو كانت كدير؟ واش لها يسيرون عند الله حتى يكتب لها الله سبحان الله العظيم هذا الاجر هذا، وهاد الصدقه جاريه. صدقه جاريه للبنت والمحسنين ديال مؤسسه نفع اللي بلا بهم ما كانش يكون هادشي. باش نبدا لكم القصه من الاول. من بعد ما توفات صديقه ديالهم بسبب المرض تواصلوا معايا، وبحكم ان واحد من الاصدقاء ديالها من العائله ريحت انا وياه وشرح لي اكثر شنو باغيين يديروا، كيفاش هاد البنت كانت عزيزه عليهم وظريفه متخلقه، وعجبتني بزاف الفكره كيفاش فكروا ليها في صدقه جاريه. هادو راهم الصحاب، واخا المبلغ باش يحفروا ليها بير بالتجهيز ديالو بكل شيء ليه يكون غالي بزاف، ليهم حاجه وحده، شحال ما جمعتو غادي نكملوا مجموعين مع مؤسسه نفع. والصدمه هو ان ذاك المبلغ اللي جمعوا كان مبلغ مهم. اليوم كنهضر معاكم كل شيء كمل وجينا خصيصا على ود التدشين اللي غنمشيو ليه دابا. هنايا عندنا الشاطو، الطاقه الشمسيه والسقايه هنايا. نمشيو. اولا شكرا لكم بزاف، شكرا لزياد الدوار. الاصدقاء بيناتنا كنا ساهمنا بواحد النسبه كبيره في هذا الشيء اللي دار دابا بسبب الوفاه ديال واحد الصديقه ديالنا، باش نخليو لها حتى هي لاجر. داكشي علاش ما كرهش زعما نديروا شي دعاء ليها وداكشي ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، اللهم اغفر لها، اللهم وسع قبرها، اللهم اجد فيه الرحمات. من هادشي كامل نبغي نفكركم في حاجه وحده، اختاروا صحاب مزيانين، اختاروا صحاب اللي غيتفكروكم ديما في الخير وما غاديش ينساوكم. هادشي اللي كان. تهلاو.